المغرب. ومنذ قليل كان يعني استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبل الفريق، واستقبل الحقيقة معه أمهات الفريق، أمهات اللاعبين وزوجات اللاعبين. والحقيقة ده كان مشهد مهم جدا. طبعا اداهم منحهم أوسمة ملكية وأوشحة ملكية تقديرا لوصولهم للمربع الذهبي، حيث لم تصل أي فرقة عربية أو إفريقية إلى هذا المكان. فطبعا كان في زي ما انتم شايفين العاهل المغربي وولي العهد موجودين، والعاهل المغربي بيديهم الأوسمة. أجمل مشهد أظن في هذا التكريم هو تكريم الأمهات، هو تكريم النساء، هو تكريم الزوجات، لأنه مشهد الزوجات زوجة حكيمي وبوفال وغيرهم، آدي حكيمي وآدي والدته أهي بتبوس الملك، مشاعر رائعة، مشاعر رائعة، بتبوس ولي العهد لأنها زي أمهم. يعني هي شوفي المشاعر جميلة إزاي بين العاهل المغربي وبين يعني اللاعبين والأمهات أيضا. وفي زوجات، أنا سعيدة أيضا بالزوجات، مش أمهات بس، في أيضا زوجات، لأنه دور المرأة كان دور مهم جدا في دعم لاعبي الفريق. وكمان الحقيقة كانت صورة مهمة، صورة حضارية جدا لدور النساء بحجابهم، بشكلهم التقليدي، أيضا بتقدير واحد زي حكيمي لأمه اللي اشتغلت أعمال بسيطة جدا في المنازل علشان تقدر تحوش الفلوس عشان حكيمي ده يقدر ان هو يحترف في الخارج. ده غير بقى طبعا استقبال حافل في الرباط، في العاصمة الرباط ايضا، يعني مئات الالاف وعشرات الالاف كانوا في الرباط بيحيوا الفريق المغربي. احتفالات رائعة في المغرب، تحية للمغرب من قلب مصر، وبنقول لهم ألف مبروك، رفعتوا راسنا يا رجالة يا أسود الأطلس.